تخيل معايا ان انت بتصحى مليان طاقة، عندك مهام محددة وكل حاجة ماشية زي ما انت عايز. كلنا كان نفسنا ان اليوم بتاعنا يمشي بالنمط دوت، ولما دورنا شوية عرفنا ان عشان نوصل للمرحلة ديت هنحتاج حاجة صغيرة اللي هي الروتين، اللي هو موضوع الفيديو بتاع النهارده. معظم الناس اللي اتكلمت عن الموضوع دوت كانت بتقولك على روتين محدد وقالت لك ان هو هيغير حياتك، لكن انا مختلف معاهم تماما، لان انا متاكد ان مفيش روتين معين يمشي على كل الناس. يعني مفيش روتين معين لو انت مشيت بيه هتنجح او انتاجيتك هتزيد، لان كل واحد عنده المهام المخصصه ليه وعنده كمان الاوقات اللي بيعمل فيها المهام ديت. فبالعقل كده ازاي كل واحد فينا عنده روتين واحد ليه، وفي نفس الوقت كل واحد فينا عنده اليوم المخصص ليه. فانا النهارده جاي اغير لك المعادله ديت، ومش هقول لك على روتين تعمله، انا جاي اقول لك ازاي تعمل روتين بنفسك. لكن قبل ما نبدا الفيديو دوت، لو انت عايز تسال عن خدمات تسويق على السوشيال ميديا وعايزنا ان احنا نكبر مشروعك ونكون شركاء نجاحك، هسيب لك طرق التواصل وحاجات مهمه كتير في وصف الفيديو. انا البوصله وجاي اوجهك في طريقك، ويلا نبدا الفيديو. بص يا صديقي، قبل ما ندخل على التعريف زي ما متعودين وندخل على باقي التفاصيل، عايزك تسأل نفسك سؤال: ايه اللي بيميز ستيف جوبز وايلون ماسك وكل الناس الناجحة ديت عن بعض؟ هو اللي بيربطهم ببعض ان هم كلهم ناجحين، لكن اللي بيخليهم مختلفين عن بعض هو ان كل واحد فيهم عنده روتين خاص بيه. حتى ان في شخص على المنصة اللي احنا فيها ديت واللي هي يوتيوب بينزل فيديوهات عن روتين الاغنياء او روتين الناس الناجحه، مش هذكر اسمه لكن انتوا كلكم عارفينه، واللي عارف اسمه يكتب في التعليقات. ولو رحت اتفرجت على الفيديوهات ديت هتلاحظ حاجه، ان الناس الناجحه دي كلها روتيناتهم مختلفه عن بعض تماما. يعني روتين ده غير روتين ده غير روتين ده، كلهم مختلفين، مفيش حتى الصله تقربهم من بعض. وده اللي انا عايز افهمه لك، ان مفيش روتين عام عن الجميع، انت اللي لازم تعمل روتينك بنفسك. حتى لو الروتين دوت غريب بالنسبه لي، لكن هو هيفضل روتينك انت وانت مبسوط بيه. ومعلش هكتر عليك في الاسئله، لكن لو جيت سالتك سؤال تاني: هو انت ليه ما عملتش روتين لحد دلوقتي خاص بيك؟ هو ممكن الاجابه الواضحه بالنسبه لي هو ان انت كل ما بتدخل تسال عن روتين كلهم بيقولوا لك على روتين معين زي ما قلنا، فده اللي بيبعدك عن فكره انك تعمل روتين خاص بيك. وممكن كسل برضو عادي، ما احنا عارفين ان احنا بنكسل كتير قوي، لكن ممكن تكون الفكرة انك مش عارف تبدأ منين اصلا. ودوت بقى شغلانتي انا، ان انا اعرفك ازاي تعمل روتين خاص بيك. ومعلش انا عارف ان انا طورت عليك في المقدمة، لكن عايز اقول لك على حاجة مهمة. انا كنت زيك في يوم من الايام ما كانش عندي روتين خاص بيا، وكانت حياتي شبه متلخبطه وبايظه شويه. واللي شجعني ان انا اعمل الفيديو دوت وان انا اكتشفت ان بعد ما عملت روتين خاص بيا انا حياتي اتغيرت 180 درجه. وبكده انت عرفت انت ليه لازم تعمل روتين. تعال اقول لك بقى ايه هو اصلا الروتين. انا متاكد ان اول ما بقول لك كلمه روتين هتفتكر بقى ان انت بتصحى كل يوم للشغل مع روتين ثابت وممل. دي الفكره الثابته عن الروتين، لكن انا هغير لك المفهوم ده دلوقتي. الروتين هو نظام بيحرك حياتك. بص، لاي حد ناجح هتلاقي ان هو عنده روتين بيحرك حياته مش ملعبكه. فدي ميزه بالنسبه للروتين، ومش معنى ان هو بيحرك حياتك يعني هو بيحركها لحاجه ممله. انت اللي بتخلي روتينك ممل او تخليه بيزود انتاجيتك. وعلى فكره الدراسات اثبتت ان الناس اللي عندها روتين بتكون اكتر انتاجيه وبتكون مرنه اكتر ان هي تواجه اي تحديات او ضغوطات في حياتها. لان انت لو جيت لواحد حياته متلخبطه واديته مواجهات وضغوطات هتلاقي ان هو مش عارف يتعامل، لان هو اصلا مش عارف هو بيعمل ايه في اليوم. لكن لو رحت اديت الضغوطات ديت لواحد هو مسيستم يومه وعامل لها نظام، هتلاقي ان هو عارف يتعامل معاها بكل سهوله. سؤال ليك انت بقى، والسؤال دوت هو اللي هيحدد اذا كان هتكمل الفيديو ولا لا، وهو ان هل يومك بيوديك ناحيه الانتاجيه ولا بيبعدك عنها؟ لو بيبعدك عنها فانت كمل الفيديو والفيديو دوت ليك. لكن لو انت شايف حياتك منظمه وكله تمام فتقدر ان انت تعمل لايك وسبسكرايب وتطلع من الفيديو واشوفك في فيديو جديد. الصباح للعمل، كلنا واخدين فكرة ان الصباح للعمل، وانت شايف دلوقتي ان دي حاجة بديهية جدا، لكن في ناس واخدة ان الصباح للنوم والليل للعمل. هل ده غلط؟ لا، في ناس بتحب تعمل حاجاتها بالليل وانا كنت من ضمنهم، اللي هو الانتاجية والنشاط وكل حاجة بتجيلك بالليل. ده امر
مش صح في بعض الاوقات. لان نصيحه مني، انا جربت الاتنين، جربت ان انا اشتغل بالليل وجربت ان انا اشتغل الصبح، ولقيت ان الشغل الصبح مفيد جدا عن الشغل بالليل. وبجد لو انت ناسي الشعور بتاع الصبح دوت او ما بتحسوش بقالك فتره، فبالله عليك خد يوم كده خصصه ان انت تصحى الصبح، جرب، وانا متاكد ان انت هتلاقي حماس ما شفتوش قبل كده. ولو انت مش مصدق كلامي يا عم وبتقول لي هو انا اصدق كلامك ليه، ادخل شوف الروتينات بتاعه الناجحين. زي ما قلت لك كل واحد بيتميز بروتين، لكن لو لقيت الحاجه المشتركه بينهم كلهم ان هم بيصحوا بدري، مش هتلاقي حد منهم عامل روتين ان هو بيشتغل بالليل، لا بالليل للنوم والصبح للشغل. وكمان ابسط مثال على دوت ان انت واخد فكره ان امريكا ديت بتسهر بقى طول الليل وخروجات وكده، لكن لا، امريكا مش كده. امريكا عادي ناس بتصحى طول النهار وبتشتغل، وبالليل عندهم ميعاد للنوم. لكن لو انت واخد الفكره ديت فهي مش كله، حتى في مصر مش كله برضه. لكن لو قلت لي ادينا نصيحه اعملها في الصبح، هو ان انت ابدا يومك بولا حاجه. ابدا يومك ان انت تقعد تجمع افكارك، اعرف بس انت تعمل ايه، وده ما يزيدش عن ربع ساعه. ابدا يومك صح هيكمل صح. تاني نصيحه الرياضه. حاول ان انت تلعب اي رياضه. انا مش بقول لك ان انت انزل الجيم، لا، وانت قاعد في اوضتك حاول تمارس اي رياضه، حتى لو انت بتجري في مكانك. ده بس هيزود النشاط عندك، فهتبدا اليوم بنشاط. ثالثا الافطار. يعني حاول ان انت ما تبداش بيه وجبه عاليه جدا يعني في البروتين والحاجات ديت. حاول ان انت تبدا بحاجه خفيفه، لو شرب بس زي شاي او قهوه تمام، لكن انا ما بنصحش بالقهوه طبعا. بس ما تبداش يومك باكل يعني، لا، يعني حاجه خفيفه كده بس عشان تدي طاقه في اول يوم. طب ازاي تنقل من صبح منتج ليوم منتج؟ تصميم روتينك الشخصي. خلاص عرفنا فكره ان مش كل الناس عندها نفس الروتين. تعال بقى اقول لك ازاي تبني الروتين الخاص بيك. اولا، واللي من ساعه ما بدات فيديوهات وانا بقول لك النصيحه ديت، حتى لما كنت بعمل فيديوهات قصيره، وهو ان انت تحدد اولوياتك. قبل ما تنام حاول ان انت تكتب الاولويات اللي عليك في اليوم بتاع بكره، حددها كده وخليها واضحه. ودايما بقول لك ان انت تحددها من الاهم للأقل أهمية. قسم يومك لفترات، الصبح والظهر والمساء، دي فترات اليوم الأساسية، فانت حاول ان انت توزع المهام بتاعتك على الفترات ديت. ويستحسن، وده اللي انا بفضله، ان انت توزعها على حسب الصلوات. يعني الظهر بعديها اعمل كذا، العصر بعديها اعمل كذا، وهكذا. ده طبعا بالنسبة لنا كمسلمين. لو انت مش مسلم فحاول ان انت تعرف الاوقات بتاعة الصلاة وتبني عليها، او زي ما قلت لك صبح ظهر مساء. ثالثا التزم بوقت ثابت لكل نشاط. لا هي مش إلزامية خالص، لكن عشان ما توسعش الموضوع والمهام ديت بدل ما هي محتاجة ساعة تبقى محتاجة 5 ساعات، فانت بس بتعمل الليميت دوت عشان ما تكبرش عنه. رابعا، ودي نصيحة إضافية، ان هو ما تهملش وقت الراحة. لو انت اهملت وقت الراحة فانت هتضيع كل اليوم، لان انت هتحس ان انت بتشتغل وبتذاكر وبس. فدايما خلي وقت للراحة. طيب انت كده عملت روتين، بس في نقطة صغيرة، ان انت ما بتلتزمش بالروتين. كيف تلتزم بالروتين؟ بناء الروتين حاجة وخلصناها، لكن الالتزام بالروتين ده حاجة تانية خالص. اولا ابدأ صغير. يعني ايه ابدأ صغير؟ ان انت ما تبدأش ان انت لازم ان انت تهتم بالروتين دوت او تعمل الروتين دوت بنسبة 100%. لا، لو بنسبة 50% او اقل كمان في البداية، ده حاجة حلوة. على الأقل إن أنت بقى عندك روتين عارفه، مش ما عندكش روتين خالص وحياتك بايظة ومتبهدلة. فأوعى تفكر إن الحاجات الصغيرة اللي أنت هتبدأ بيها ده معناه إن أنت مش ملتزم، ده بالعكس دي بداية الالتزام. ثانيا استخدم محفزات. يعني حاجة أنا بحب إن أنا أبدأ يوم بيها طبعا بعد إن أنا برتب أفكاري، وهو إن أنا أدخل على تطبيق جوجل كالندر. جوجل كالندر ده من اهم التطبيقات اللي انا بستخدمها في يومي وفي بداية يومي بالذات، ان انا برتب الحاجات اللي انا عليها في اليوم. انا مثلا هبدأ اليوم بكذا، بعد كده كذا، بعد كده كذا، عشان اعرف بس اللي انا رتبته في دماغي ده همشيه ازاي في اليوم. وغير كده لما تبقى في حاجة قدام عينك على طول، انت هتحس ان في حاجة اجباري عليك لازم تعملها، فبالتالي هتقوم تعملها. لكن طول ما هي في دماغك انت هتنساها وممكن كمان تهملها. ثالثا كافئ نفسك. وبرضه دي من النصايح اللي دايما بقولها لك، انت طول ما انت بتكافئش نفسك مفيش حاجة الانسان هيرغب ان هو يعملها. هبسط لك الموضوع، احنا بعادتنا بطبيعتنا كإنسان بيحب ان هو يلاقي مقابل لأي حاجة بيعملها.
حتى في الشغل احنا بنشتغل عشان نلاقي مقابل، بندي حب عشان نلاقي مقابل ليه. فبرضه انت لازم تعمل المهام ديت وتلاقي ليها مقابل. حاول تكافئ نفسك باي حاجه انت بتحبها. هديك مثال بسيط: واحد بيحب الشوكولاته يكافئ نفسه بشوكولاته، واحد بيحب ان هو يلعب بلاي ستيشن يكافئ نفسه بنص ساعه بلاي ستيشن، وهكذا. رابعا، تقبل التحديات. بص يعني خليني اقولها لك في البدايه عشان احلامك وطموحاتك ما تكبرش بزياده. هتقابل تحديات وكبيره كمان، فما تسستمش يومك ان هو هيكون ماشي مثالي دايما، لا، المثاليه دي بتكون بعدين بعد سنوات من الالتزام. لكن في البدايه هتقابل شويه عقبات، فحاول ان انت تخلي يومك زي ما قلنا مرن، اللي هو انت اي تحدي هيجيلك حاول ان انت تكون مرن معاه، اللي هو متقبله جدا. طيب انا عملت روتين التزمت بيه شويه، طيب انا عايز احول الروتين دوت من عاده لاسلوب حياه زي الناس المشهوره والغنيه. تعال اقول لك ازاي. التطوير المستمر. الروتين الناجح بيتطور مع الوقت. ازاي؟ رقم واحد، قيم روتينك بانتظام. من ضمن الاساليب اللي اتقالت في كتاب العادات الذريه، ودي كانت من اهم الاساليب اللي انا اتعلمتها في حياتي، وهو ان مراقبه العاده بتحسن من العاده. فطول ما انت مراقب نفسك ومراقب العاده اللي انت عايز تكتسبها، فالعاده ديت هتتطور مع الوقت. ثانيا، استمتع بالرحله. ما تعملش الموضوع على اكنه حاجه مفروضه عليك، لان انت طول ما انت معملها كده مش هتستمتع بيها خالص. فحاول ان انت تاخدها على كأنها رحلة مغامرة، ان انت بتكتشفها وبتشوف هل انت هتنجح فيها ولا لا. وفي النهاية يا صديقي، الروتين مش مجرد جدول زي ما قلنا، الروتين دوت اسلوب حياة. لو انت عملته صح من البداية للنهاية، فانا اضمن لك 100% ان حياتك هتتغير من حياة مش مستقرة لحياة منتظمة مستقرة منتجة. فابدأ بخطوة واحدة على الأقل، لأن حياتك تستحق منك ده. أنا البوصلة وجاي وجاك في طريقك، وسلام يا صديقي.